السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة أكلمكم عن سواقة لودر 908 لودر الصغير ده كاتربيلر. الفيديو ده هشرح لكم ازاي تسوق اللودر ان شاء الله. خليكم معي. لو عجبكم الفيديو تعملوا اعجاب، ما تنساش تشتركوا في القناة ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. بسم الله نبدأ. اول حاجة يا شباب هتشغل اللودر بالمفتاح ده اهو، تمام كده اللودر اشتغل معانا. اللودر دي نفس اللودر الكبير بالظبط اللي هو العصايتين، تمام، بس اللودر ده بيختلف، عصاية واحدة نفس كل حاجة، بس ده عصاية واحدة، ده فيه 4 حركات. اول حاجة هتاخده كده على يمينك هينزل اللودر، او اول حاجة خالص يعني بمعنى صح هترفع كده لورا هيرفع اهو معاك، تمام. نزل لقدام هينزل معاك اهو لقدام، تمام كده. بعد كده عايز تعبي اهو تاخد على ايه، على شمالك ده كده العبي اهو. عايز تفضي تاخد اللودر على يمينك اهو يفضي اهو معاك، تمام كده يا شباب. يبقى اول حاجة عايز ترفع تاخد الدراع ده كده لورا، هتنزل تاخد الدراع لقدام اهو هينزل معاك اهو، تمام كده. على اليمين كده يفضي، على الشمال كده يعبي اهو، كده يعبي اهو، كده يعبي معاك. ده كده دواسة الغاز اهي، دواسة الغاز، ودي الفرامل، تمام كده، ودي الاشارات شمال ويمين، تمام كده. اللي يمشي اللودر اهو زرار لورا يمشي اللودر كده لورا. في النص تموير لقدام يمشي معاك لقدام اهو. يبقى الزرار ده بيعمل ايه يا شباب؟ لورا يمشي معاك لورا اهو، في النص تموير، تمام كده. لقدام هيمشي معاك لقدام اهو. موضوع سهل وبسيط يعني، مش موضوع مش صعب يعني، بس يبقى شغلنا كله على العصاية دي فيها 4 حركات، تمام كده. لتحت كده هينزل، لفوق كده هيرفع، تمام كده. على اليمين كده هيفضي، على الشمال كده هيعبي اهو، تمام كده يا شباب. الموضوع ان شاء الله سهل يعني، واللي عايز يتعلم حاجه زي ما قلت لكم في كل فيديو مفيش حاجه صعبه، وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام وهتبقى زي الفل. والله كل واحد عايز يتعلم هيقول يا رب ان شاء الله هيتوكل على الله يتعلم، يعني مفيش حاجه صعبه والله. وكده ان شاء الله يبقى كده الفيديو بتاع النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش ان شاء الله تشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوا معانا ان شاء الله فيديوهات كتيره جايه ان شاء الله حلوه. وبالتوفيق وربنا يسهل ان شاء الله، وربنا يوفق كل واحد ان شاء الله عايز يتعلم او حاطط في دماغه سواقة اللوادر او المعدات. موضوع سهل وبسيط، بس اهم حاجه تركز وتفتح مخك ان شاء الله. وبكده يكون خلص ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء، واشوفكم في ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله.